هذه كوباني أو عين العرب، إحدى المدن ذات الأغلبية الكردية في أقصى الشمال السوري. في خمسينيات القرن الماضي وفي بيئة يتنازعها الدين والقومية، نشأ في بيت من بيوت الكرد شقيقان تربيا على لغة واحدة وذاكرة واحدة، ولكن كل منهما سلك طريقا يعاكس الآخر، وربما طريقان لا يلتقيان أبدا. مصطفى مسلم عالم دين وأكاديمي أزهري، نشأ بين زوايا عين العرب وكتاتيبها، وعززت فيه دراسته الشريعة في جامعة دمشق، ثم في الأزهر انتماءه الديني، فوجد في الدين هوية تسمو على هوية العرق. والآخر صالح مسلم، مهندس كيماويات وأحد وجوه حزب الاتحاد الديمقراطي، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني. تأثر صالح بأفكار عبد الله أوجلان الذي مزج القومية الكردية مع الماركسية الثورية القائمة على رفض هيمنة الطبقية، فاتخذها سبيلا، وآمن أن خلاص الكرد يمر عبر شعاراتها، حكاية شهدها السوريون مرارا ولكن بوجوه مختلفة. بيت واحد وقصص متشابهة تحكي قصة سوريا بأكملها. من رعية الخلافة إلى خرائط لوزان، على تخوم جبال الأناضول شمالا وجنوبا عاش الكرد لقرون طويلة. في القرن الثاني عشر، وقبل أن تكتب كلمة كوباني على خرائط العالم، قاد البطل المسلم الكردي صلاح الدين الأيوبي جيوش تحرير بيت المقدس. وأضحى الكرد في بلاد الشام جزءاً من نسيج سني صوفي واسع يمتد من ديار بكر إلى حلب ودمشق. زمن العثمانيين لم يحمل الناس هوية كردية أو عربية أو تركية، حين كانوا كلهم رعية دولة الخلافة. لكن مع سقوط الدولة العثمانية بدأت الرمال تتحرك تحت أقدام الجميع. صيف عام 1923 في مدينة لوزان السويسرية، جلس على الطاولة وفدان رئيسان لرسم خرائط جديدة للمنطقة. وفد تركيا الجديدة بتفويض مباشر من مصطفى كمال أتاتورك في مقابل قوى الحلفاء المنتصرة في الحرب العالمية الأولى. خرجت من تلك القاعة صفحة جديدة من الشرق الأوسط كله. ومن بين الصفحات التي طويت يومها وعد بريطانيا الشفهي في مؤتمر الصلح عام 1919 بتوفير كيان كردي مستقل. لكن ما حصل فعليا هو شيء آخر. أضحت شعوب الكرد موزعة بين 4 دول: تركيا وإيران والعراق وسوريا. بعد مؤتمر لوزان بعامين فقط، في شهر فبراير 1925 انفجرت في ديار بكر انتفاضة كردية دينية ترفض العلمنة وقرارات إلغاء التعليم الديني. قادها الشيخ الكردي سعيد بيران. خلال أشهر فقط أخمد الحراك
وتدحرجت موجات هجرة العشائر الكردية وزوايا التصوف جنوباً نحو مناطق الجزيرة السورية في رأس العين والدرباسية وعامودة والقامشلي والحسكة، حيث مناطق الانتداب الفرنسي. حقيقة هناك عدة أسباب لاستقرار معظم المهاجرين الكرد في منطقة الجزيرة. أحد هذه الأسباب هناك مثلا صلة القرابة. أنت تعرف الحدود السياسية التي رسمت إلى سوريا قسمت بعض المناطق إلى قسمين، يعني هناك عوائل قسمت، جزء من العائلة بقي في الطرف التركي وجزء من العائلة بقي في الطرف السوري. السبب الآخر هو المناطق التي شهدت ثورات كردية وتوترات أمنية داخل الحدود التركية هي كانت في تلك المناطق المتاخمة أو المقابلة لهذه الطرف السوري. مثلا ثورة الشيخ سعيد بيران لحقها حتى إذا ذكرنا مثلا في منتصف العشرينات من القرن الماضي إلى نهاية ثورة سيد رضا في الثلاثينات، هي معظمها كان في تلك المناطق جنوب شرق تركيا، في مناطق جزيرة بن عمر، في بتليس، في شرناخ، في هذه المناطق. فبالتالي أقرب منطقة للنزوح إليها والهروب من ردة فعل الجيش التركي في ذاك الوقت كانت الأطراف الجزيرة السورية. لم يكن القادمون الجدد غرباء تماماً، فقد سبقتهم هجرات صغيرة لعائلات كردية تجارية وصوفية من ماردين وأورفا استقرت في عفرين وحلب ودمشق. معظم الأكراد في الأصل مسلمين، يعني هناك قلة قليلة جدا في سوريا من اللي نسميهم ايزيدية، فهذه قلة قليلة جدا، يعني ربما تشكل ما بين 1 إلى 2% مو أكثر، ولا عامة الأكراد مسلمين أبا عن جد. الفرنسيون رأوا في الكرد القادمين من وراء الحدود حاجزاً بشرياً بين العرب والأتراك وبينها وبين العرب الثائرين عليها أيضاً، فشجعوا استقرارهم على طول الحدود، لكنه منع قيام كيان خاص بهم وتركهم بلا مدارس كردية ولا تمثيل سياسي. الأعداد حقيقة كانت تتحدث عن عشرات الآلاف، يعني كان هناك حديث عن حوالي 25,000 في الهجرة الأولى، وتبعها حوالي أيضا عشرات الآلاف في الفترة اللاحقة في الثلاثينات وما تبعها. لكن ليس هناك حتى الآن إحصائيات دقيقة بسبب هذا الترابط مثل ما ذكرنا، عدم رسوخ الحدود السورية التركية من جهة والتداخل السكاني بين هذه المناطق من جهة أخرى. لم يكتف الفرنسيون برسم الحدود، بل صنعوا قوة تحرسها سميت قوات الشرق الخاصة، سرايا من الأكراد والدروز والشركس وغيرهم يقودها ضباط فرنسيون تتحرك على خط النار وتواجه الاضطرابات. قوة وظيفية، لكنها ستلد لاحقا رجالا يحكمون سوريا. من صفوفها خرج حسني الزعيم، قائد أول انقلاب في سوريا عام 1949، وضباط غيره خدموا تحت راية الانتداب قبل أن تحل وحداتهم بين عامي 45 و46، وينتسب بعضهم إلى الجيش السوري المشكل لاحقا. هكذا قرب الحدود عاشت عشائر كردية مع سكان المنطقة، حاملة معها لهجات مختلفة وملامح تدين ظاهرة، أو نزعة قومية كردية أسست لها حدود رسمها المستعمر وتحمل معها جرحا سياسيا غائرا. في هذه المفارقة تشكل الانقسام الذي سيحكم المشهد الكردي لعقود. أريد أن أشير إلى نقطة، أنه رغم هذه الهجرات التي حدثت،
لم نلحظ في سوريا على الصعيد الاجتماعي أي توترات اجتماعية بين السكان، سواء بين العرب والكرد أو المسيحيين، وهذا مؤشر أن كان هناك تقبل اجتماعي لتلك الفترة، لأنه لم يكن هناك استقرار للهوية السورية السياسية في تلك المنطقة. فكان يعتبر أنه حتى الحدود التي كان رسمت كان سكة الحديد، فكان فوق السكة هم يعتبروا أتراك وتحت السكة هم يعتبروا سوريين. الهوية الدينية وصعود الخزنوية في موازاة تشكل مشهد جديد في منطقة الجزيرة، وفي الوقت الذي هربت فيه الزوايا الدينية من شمال الأناضول، كان مشهد آخر يتشكل بلا ضجيج، حيث استقر عدد من الدعاة في الجنوب. طبعا معروف الشيخ سعيد بيران كان من مشايخ الطريقة النقشبندية، وكان له أتباع كثيرون، وقام ضد الأتاتوركية، فقام ينادي بضرورة عودة الخلافة الإسلامية. والحكومة الكمالية شنت حرب على مشايخ الصوفية عامة، وأغلقت تكايا الصوفية زواياهم، واضطهدوا المشايخ واعتقلوهم. وطبعا شيخ سعيد بيران أعدم مع الكثير من زملاء وأتباعه وأصحابه. فالبقية أو الكثير منهم اضطر أن يهاجر، يترك بلده ويهاجر. فكثير منهم أيضا، خصوصا العوائل الثلاثة، بيت حقي الشيخ إبراهيم حقي أو العلواني، وأيضا بيت الشيخ أحمد الخزنوي، وأيضا عائلتنا بيت الديرشوي. العوائل الثلاثة كانوا من مشايخ النقشبندية الموجودين في المناطق الكردية من تركيا، فاضطروا أيضا يهاجروا إلى الجزيرة السورية فرارا بدينهم. وهنا من قرية خزنة شرق القامشلي برز الملا أحمد الخزنوي الكردي بعد عودته من رحلة علمية تتلمذ فيها على شيوخ الصوفية النقشبندية. عاد يملأ الفراغ ويوقد شرارة العلم والتصوف. وفي زاوية دينية صغيرة قرب المعروف بدأت القصة، ليؤسس أكبر شبكة دينية صوفية بين الأكراد السوريين. خلال عقدين فقط انتشرت الزوايا الخزنوية في القامشلي والحسكة وعامودة، ثم عبرت الحدود إلى تركيا. صار للخزنوية عشرات آلاف المريدين ما بين ماردين وأورفا وغيرها من مدن تركيا، وكثير من المؤسسات الاجتماعية المهمة. بالتوازي مع نشأة الخزنوية برز نشاط ديني لجماعات أخرى، تكية الشيخ إبراهيم حق النقشبندية في القامشلي والشيخ عبد الرحمن الديرشوي. ومن هذه الزوايا خرج الأئمة والخطباء ودعاة قادوا المشهد الديني بعد ذلك لعقود. الأكراد عامتهم كانوا صوفية، حتى شيوخنا شيخهم الشيخ النقشبندية اللي الشيخ خالد الكردي النقشبندي شهرزوري اللي الآن في ركن الدين مدفن وحي يسمى الشيخ خالد، وهو كان سبب انتشار الطريقة النقشبندية بين الأكراد عامة. قبل ذلك في دمشق برز من علماء الكرد الملا رمضان البوطي قادما من جزيرة بوطان، والملا محمد أمين كفتارو. برز أبناؤهما لاحقا، ويصبح الشيخ أحمد كفتارو مفتيا عاما لسوريا ل40 عاما. وتشكلت مفارقة فرضت على شيخ صوفي كردي أن يضع يده في يد نظام قومي علماني. الفكر القومي يتشكل ما بين ثورة الشيخ سعيد بيران في العشرينيات وامتداد الثورات الكردية في أغري وديرسيم التركية حتى نهاية الثلاثينيات.
لم تقف هجرات الكرد من شمال الأناضول. استقبلت مناطق الجزيرة السورية أغلبهم، وجذبت دمشق نخبة قادة الفكر منهم. يومها كانت تشهد المدينة ولادة حراك قومي مفتوح للجميع، والأبواب مشرعة أمام تشكل جمعيات ثقافية كردية أيضا. عام 1927 تأسست جمعية خويبون أو الاستقلال. جمعية خويبون تأسست 5/10/1927 في لبنان، ولكن في عهد الاحتلال الفرنسي. يعني جلادة بدر خان، كمير بدر خان، أكرم جميل باشا، قدري جميل باشا، هؤلاء كلهم كانوا بيشتغلوا بهذه الجمعيات. لأنه أول ما أجوا الفرنسيين طبعا الناس انكمشت، يعني ما كانت تتحرك بسهولة، فركزوا على النواحي الثقافية أكثر شيء، النواحي اللغوية. فلذلك كان مجلد هاوار وروناهي كان هي المجال الوحيد لنشر الثقافة ولنشر الفكر القومي بين الناس، وتركزت في دمشق. ليش في دمشق؟ لأنه كان مركز الدولة في دمشق آنذاك. لكن بعد خروج الفرنسيين من سوريا عام 1946 بدأ صراع القوميات يلقي بظلاله على المنطقة. في الواجهة كانت الكتلة الوطنية التي قادت معركة الاستقلال، وحزب البعث العربي الاشتراكي، ثم الناصرية التي ستبلغ ذروتها في الخمسينيات، وأفكار قومية ويسارية تبحث عن بيئة حاضنة لها. في ذلك الوقت المفعم بالشعارات الكبرى بدأ الوعي القومي الكردي يتشكل أيضاً بوتيرة أسرع، وقبل أن يظهر في السياسة بدأ بالشعر والأدب، وفي مجلات ثقافية استفادت من سقف مفتوح أمام حرية التعبير. في تلك الأثناء ولدت لغة جديدة تعيد تعريف الهوية الكردية. طبعا كان تأثير كبير من ناحية بين المثقفين، ولكن عامة الناس كان تأثير ضعيف. ليش؟ أول شيء ما كان في تواصل مثل هلا، ما كان في مواصلات، يعني مناطق الكردية كان ما في طرقات، فاتصال بالمدن كان مشكلة. فلذلك تأثير كان إلى حد كبير تأثير محدود، تأثير بين الفئة المثقفة، الفئة المتعلمة، كان تأثير واضح. دليل بعد ما تأسس البارتي، يعني اللي أسسوا البارتي عمليا تخرجوا من مدرسة خويبون. تأسيس أول حزب كردي علني. مع صعود نجم الرئيس جمال عبد الناصر وفكرة الوحدة تحت شعارات أمة عربية واحدة، اهتز شعور الطمأنينة لدى الأكراد السوريين مجددا حين خافوا أن تذوب هويتهم أمام موجة قومية عربية آخذة بالاتساع. لقاء ذلك في عام 1957 ولد البارتي الديمقراطي الكردي في سوريا كأول حزب كردي علني، خطوة رآها الكثيرون محاولة لتثبيت هوية كردية تبحث عن مكانها داخل دولة تتشكل من جديد. والجماهير استقبلوا فكرة البارتي استقبال شديد. ليش؟ كانوا يتهربوا من الحزب الشيوعي بدون يعني شيء يحمل القضية الكردية أو يحكي باسم القضية الكردية يلتفوا. فلذلك كان البارتي انتشر بسرعة بين الجماهير الكردية. خويبون كانوا نخبة، بينما هون صار حزب جماهيري، وقيادة البارتي التأسيس في ابن العائلة وفي شيخ وفي يعني من الطبقات الفقيرة. يعني مثلا الشيخ محمد عيسى إمام جامع، عثمان صبري ابن الآغا، بينما رشيد حامو ابن فقير، دكتور نور زازا ابن عائلة. فلذلك بالبداية كان كل فئات أو شرائح المجتمع الكردي اشتركوا في تأسيس البارتي. أزمة إحصاء 1962 الحسكة 5 من تشرين الأول عام 1962، زمن حكومة الانفصال وقبل عام من وصول البعث إلى السلطة.
صباح لا يشبه صباحات المدينة يومها. أعلن فجأة عن إحصاء استثنائي لأكراد الجزيرة، حجته تقارير حول تسلل آلاف الأكراد من الطرف التركي زمن الوحدة مع مصر. في فترة حكم رئيس الوزراء السيد خالد العظم حصل إحصاء استثنائي، وبناء عليه تم تجريد آلاف الكرد من الجنسية السورية، وكان هناك في تلك الفترة خشية من حركات انفصالية. من جانب الآخر على أطراف الحدود في الدول الأخرى في تركيا وفي العراق كان هناك المناطق ملتهبة، يعني كانت هناك ثورات مشتعلة تطالب بالكيان سياسي كردي وتطالب بإنشاء دولة كردية. يعني في ثورة الملا مصطفى برزاني كانت في تلك الفترة مشتعلة في شمال العراق، فبالتالي كان هناك خشية من قبل السلطة السياسية في سوريا أن تتسلل هذه النزعات الانفصالية أو النزعات القومية إلى داخل سوريا. وكان هناك في تلك الفترة أيضا ظهرت بوادر الثروات الباطنية في تلك المنطقة، إضافة إلى من جانب الآخر يمكن أن نتحدث عن صعود النزعة القومية العربية أيضا لدى الطبقة السياسية في دمشق. هذا أيضا دفعهم نحو قمع أو التمييز ضد الوجود الكردي في منطقة الجزيرة. وفق نتائج الإحصاء قسم أكراد المنطقة إلى 3 فئات: مواطنون أو أجانب أو مكتومو القيد. شرطت اللجان لإحراز صفة المواطنة إثبات الإقامة في سوريا قبل عام 1945 عبر إبراز وثائق رسمية، والمهلة لإثبات ذلك يوم واحد فقط. فالذي استطاع أن يأتي بوثيقة ملكية عقار قبل ذلك الوقت تم يعني الحفاظ على الجنسية السورية. بعضهم لم يستطيعوا إثبات ملكيتهم العقاري، لكن كانت لديهم أسماء عوائلهم مسجلة في السجلات المدنية وسجلات النفوس. هؤلاء أصبحوا الأجانب، تم جردهم من الجنسية السورية وتم إعطائهم صفة أجنبي مقيم على الأراضي السورية. آخرين فئة أخرى كانت لم يكن لديهم أسماء في السجلات المدنية أيضا، فبالتالي تم قيدهم على أنهم مكتومي القيد، لا يملكون أي وثيقة ولا أي سجل مدني في محافظة الجزيرة. على أثر ذلك جرد أكثر من 120 ألف كرديا من الجنسية السورية وحقوقهم المدنية من أصل 340 ألف نسمة وفق الإحصاء الرسمي. وشمل القرار العبثي حتى ضباطا خدموا في الجيش السوري، لتبدأ بعد ذلك لحظة القطيعة بين الدولة وأكراد الجزيرة. لم يكن يستطيع مكتومي القيد والأجانب من تسجيل أملاكهم بأسمائهم، لم يكونوا يستطيعون تثبيت زواجهم في المؤسسات الحكومية السورية. موضوع التعليم كان هناك كثير من القيود على موضوع تعليم الأجانب ومكتومي القيد، لم يكونوا يستطيعون الحصول على الشهادة. يعني تصور أنت تدرس في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية وتنهي المرحلة الجامعية، ولكن لا تستطيع الحصول على الشهادة الجامعية لتستطيع أن تعمل من خلالها. كان هناك تضييق شديد على موضوع السفر داخل سوريا، وكان هناك حرمان من السفر خارج سوريا. فقط الذي كان يريد السفر خارج سوريا كانت بموافقة حصرية من وزير الداخلية السوري، وكان يمنح وثيقة سفر مرة واحدة، وثيقة سفر بدون عودة. الحزام العربي. عام 1963 حزب البعث العربي الاشتراكي يشق طريقه إلى السلطة في سوريا. في العام ذاته ظهر مشروع أكثر خطورة على الكرد في عمق الجزيرة السورية، مشروع الحزام العربي. دراسة صاغها الضابط محمد طلب هلال رئيس الأمن السياسي في محافظة الحسكة حينها، خطة لتشكيل حزام من الأرض على امتداد 280 كيلومترا وعمق 15 كيلومترا على طول الحدود مع تركيا، وتشمل الخطة استبدال الأكراد المقيمين في قرى الحزام بعائلات عربية، والغاية عزل الكرد عن محيطهم الاجتماعي في دول الجوار. عام 1974
وفي عهد حافظ الأسد أصدرت قيادة حزب البعث القرار 521 لبدء تنفيذ مشروع الحزام العربي وإسكان قرابة 4500 أسرة عربية من الرقة وحلب ممن غمر سد الفرات أراضيهم، شكلوا بمجملهم قرابة 6% من عدد سكان المنطقة. الحزام العربي هو شريط حدودي مصادرة الأراضي من الفلاحي الكرد باسم مزارع الدولة، ولكن الاسم الحقيقي هو الحزام العربي. يعني نقل العرب على الحدود يكون فصل بين أكراد تركيا وأكراد سوريا، فصل بين أكراد العراق وبين أكراد سوريا. اليسار الكردي يتشكل. في تلك الأجواء التي صنعت حادثتي سحب الجنسية وخطة الحزام العربي، انقطعت حبال الثقة بين أكراد الجزيرة والدولة. ففي الستينيات كانت شعارات القومية العربية زمن الناصرية ثم البعث تتأجج، وبدأ داخل البيت الكردي تيار يساري جديد يتشكل بعد 8 أعوام من ولادة أول حزب كردي سوري. شهد عام 1965 انشقاق البارتي الديمقراطي في سوريا إلى جناحين، جناح محافظ وجناح يساري سمي بالحزب اليساري الكردي في سوريا. تولى قيادته عثمان صبري، ساقته تهمة الانضمام لثورة بيران في تركيا إلى السجون ثم المنفى قبل أن يستقر في سوريا. تبنى حزبه الجديد تعاليم الماركسية اللينينية، وكان أول من وضع فكرة كردستان سوريا. حينها كان اليسار الكردي يتغذى على وقع تحولات إقليمية كبرى. دعم سوفيتي للحراك الكردي في العراق وإيران نتج عنه تجربة جمهورية مهاباد الكردية في إيران التي بقيت رمزاً لحلم لم يكتمل، وصعود نجم مصطفى البرزاني، ثم تشكل كردستان العراق بالتزامن مع قمع بعثي في سوريا يضيق على الهوية الكردية، وانقسامات حزبية استمرت دون توقف، وطلاب يعودون من جامعات الخارج بأفكار العدالة الاجتماعية والماركسية شكلوا الجسر بين التجربة الكردية السورية واليسار الثوري المشتعل في تركيا. في تلك الآونة بات هناك جيل جديد يرى في خطاب اليسار نافذة أخرى لفهم ما يحدث، خطاب جديد يتحدث عن حقوق الكرد الثقافية والسياسية، يربط قضيتهم بالصراع الاجتماعي والطبقي لا بالقومية وحدها. الفكر اليساري كان موجود بين الأكراد، وقت اللي كان الأكراد انضموا للحزب الشيوعي بحجة أنه الحزب الشيوعي كان يقول أنه نحن حنعطي حقوقكم، ولكن الحزب الشيوعي بعد ما كان حاله صار يتنصل من إيش؟ من الفكرة. فالفكر اليساري كان موجود، ولكن في سنة 1965 انتشر الفكر اليساري نتيجة إيش؟ نتيجة قوانين الإصلاح الزراعي، مصادرة أراضي الفلاح الكردي في منطقة الجزيرة، فالفلاح ما تصفي له شيء، فتحول إلى إيش؟ إلى الفكر الاشتراكي، إلى الفكر اليساري، إنه وخاصة التيار اليساري تنشط وتقبل بين الناس. مع نهاية السبعينيات كانت الأرض ممهدة لرجل دخل المعادلة بقوة، سيصبح اسمه لاحقا مفترق طرق في تاريخ الأكراد السوريين، عبد الله أوجلان. Masa başında konuşacağım şeyler bağlayıcıdır. Hiç kimseyle ucuz başta çıkamaz. عام 1979 كانت ملفات المياه والحدود مصدر توتر دبلوماسي بين سوريا وتركيا.
بحثت حينها دمشق عن أوراق ضغط بديلة، وفي مناكفة واضحة لتركيا وبترحيب غير معلن من حافظ الأسد، عبر المعارض الكردي التركي عبد الله أوجلان من جنوب تركيا حيث مسقط رأسه، وتحديدا من مدينة أورفا إلى دمشق ثم إلى سهل البقاع. خلال سنوات قليلة شكل شبكة تنظيمية واسعة استقطبت آلاف الشبان من الحسكة والقامشلي وكوباني وعفرين. وجد هؤلاء في خطاب أوجلان ما لم يجدوه في أحزابهم التقليدية، مزيج من اليسار الثوري وقراءة جديدة للقومية الكردية وموقع مركزي للمرأة والشباب في الحركة. وإلى مدينة كوباني وصل الخطاب الجديد إلى الشاب صالح مسلم، بينما كان شقيقه مصطفى يسلك طريقا معاكسا في جامعة الأزهر بالقاهرة. وبدأ الانقسام في البيت الكردي يتشكل بين الدين والماركسية ما بين عام 1979 و 1998. أصبح حضور حزب العمال الكردستاني جزءاً من المشهد الكردي السوري ومنظومة فكرية وعسكرية أعادت تعريف الانتماء الكردي وصياغة علاقة معقدة بين القومية التقليدية واليسار والدين. ومع مغادرة أوجلان سوريا عام 1998 تحت ضغط التهديد التركي لم يغادر أثره. بقيت أفكاره وخلاياه التي زرعها جمراً تحت الرماد تنتظر يوم اشتعالها. كانت صراع بيننا وبين عبد الله أوجلان إلى حد كبير، لأنه نحن نمثل المجتمع الكردي في سوريا، بينما عبد الله أوجلان كان بده شغلة واحدة، إنه يعني ينشر الصراع الطبقي، وكان هجومه على الدين بشكل شديد، بينما نحن بالنسبة للبارتي ما في هجوم على الدين. لذلك عبد الله أوجلان كان صراعه مع البارتي صراع شديد، وأيضا صراعه مع التيار الديني. مشايخ الأكراد بقوا متمسكين بدينهم وقالوا لا، نحن الأتراك أخوتنا والعرب أخوتنا ونحن القوميات هذه الدعاوى هذه ما نقبلها. وجود القوميات في الأصل وجد لتفتيت الأمة الإسلامية ولجعلها متناحرة. الاتحاد الديمقراطي يرث أفكار أوجلان. طويت صفحة أوجلان وتغير شكل السلطة في دمشق. عام 2003 ظهر في شمال سوريا حزب الاتحاد الديمقراطي بيده كأول تنظيم سوري يتبنى فكر عبد الله أوجلان بشكل مباشر. أنصار عبد الله أوجلان في سوريا صاروا يميلوا لأي فكرة، الفكرة الاستقلالية، فكان السبب الأساسي لتشكيل الاتحاد الديمقراطي إنه بدهم يخفوا الضغط على الحكم السوري، وشغلة ثانية يفهموا الأتراك إنه نحن ما نتابعين لعبد الله أوجلان، نحن حزب مستقل. سهل المهمة انتشار أفكار أوجلان بين شباب الكرد السوريين، ووجود كوادر تلقت تدريبا سياسيا وتنظيميا في معسكرات البقاع ومخيمات الحدود. وفي الخفاء كان الحزب يبني ارتباطه بقيادة حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل، شبكة ستتحول لاحقا إلى نواة قوة ظهرت للعلن عام 2012 بعد انسحاب قوات النظام السوري من المناطق الكردية عقب اشتعال الثورة السورية. من زوايا الصوفية إلى المواجهة. صباح الأول من يونيو 2005 الارتباك يعم المكان، جثة ممددة على التراب قرب دير الزور، ملامح الشيخ محمد معشوق الخزنوي لا تشبه خطيب المنابر، جسد أنهكه التعذيب وأسئلة بلا إجابات
كيف تدحرجت الكرة من ملعب في القامشلي إثر حدث أمني لتدخل المسجد ويكون معشوق بعدها لاعب هجوم في ساحة المواجهة الكردية مع الدولة. وكيف تحول صوته الهادئ مقلقا للسلطة. إن الحقوق أيها الإخوة لا يتصدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة. قبل أسابيع، وتحديدا في 10 مايو 2005، في ظروف غامضة اختفى الشيخ. كان يجمع بين حكمة العالم وصراحة السياسي، يتحدث عن العدالة وحقوق الكرد وبلد يجب أن يكون للجميع. مساره لا يشبه مسار بقية شيوخ أكراد المنطقة. تجاوز حدوداً ظلت مغلقة لعقود، وبعدها اختفى ثم عاد جثة. أدرك الجميع أن جماعة الخزنوية دخلت مرحلة جديدة لم تعد بعيدة عن السياسة ولا قادرة على البقاء في الهامش. لاحقاً ظهر ابنه محمد مرشد الخزنوي يلبس العمامة ذاتها، لكن بخطاب قومي متشدد ترفضه الخزنوية. فيما عدا ذلك لم تكن الخزنوية مجرد طريقة روحية، بل ركيزة من ركائز التدين الكردي في سوريا وشبكة اجتماعية لا تعرف الحدود. على مشارف الثورة السورية كان المشهد الكردي يتغير. أحداث ملعب القامشلي واغتيال الشيخ معشوق الخزنوي تركا أثراً واضحاً وفتحا الباب لتحولات اجتماعية وسياسية داخل المجتمع الكردي. إذا كان البعض بحاجة إلى أن يحتفل بالموت، فأنا أحد الناس الذين هم ليسوا بحاجة إلى أن يحتفلوا بالموت، إلا إذا تمكنا أن نحول الموت إلى حياة. في تلك الفترة كان هناك تدخل أمريكي في العراق، وتم إنشاء أقليم كردستان العراق بعد سقوط نظام صدام حسين. الوعي القومي الكردي أو كان في أوجه، يعني كان الكرد يتحدثون بشكل كبير عن موضوع الحصول على الحقوق الكردية، الحصول على أقليم كردي. حتى أكراد في سوريا كانوا يأملون بالتدخل الأمريكي في سوريا أيضا وإسقاط نظام الأسد، وبالتالي الحديث عن إنشاء أقليم كردي في سوريا على غرار العراق. فبالتالي استشعر النظام خطرا كبيرا في تلك المرحلة، فحاول بحث عن لحظة معينة أن يخلق صدمة لدى الشارع الكردي أن الكلفة ستكون كبيرة كثيرا على الشارع الكردي في حال أنهم توجهوا نحو الانطلاق بانتفاضة معينة. بقيت علاقة النظام بأحزاب الأكراد مشحونة، اعتقالات طالت قيادات كردية، منع أي تجمع سياسي أو ثقافي، ومتابعة أمنية لصيقة للطلاب والعاملين في الشأن العام. خلال سنوات ما قبل الثورة في 2011 تزايد حضور القضية الكردية في المجال العام. أضحت هوية كرد سوريا تعيش انحيازا جديدا أكثر قومية وأكثر استعدادا للمواجهة. مع ربيع عام 2011 واندلاع الثورة السورية في كافة المدن، وجد الأكراد أنفسهم أمام لحظة لم يعرفوها من قبل. دولة منشغلة، أجهزة أمنية منهكة، ومشهد يتغير. في السنة الأولى للثورة بدأت مدن الجزيرة السورية وقراها حراكا أيضا. مظاهرات شعبية كردية وعربية رفعت شعارات الثورة السورية. كان من نجومها الناشط الكردي مشعل تمو. شعارات التحدي التي رفعها المتظاهرون قوبلت بالقمع وبالاغتيالات أيضا. لكن في منتصف عام 2012 شهدت المنطقة حدثا مفاجئا. جيش النظام يسحب أغلب قواته من القامشلي والحسكة وعين العرب وعفرين،
موجها إياها إلى المدن الثائرة ومبقيا على مربعات أمنية له في القامشلي والحسكة. وفي لحظة تبادل الأدوار ملأت الفراغ وحدات حماية الشعب، القوة التي خرجت من رحم حركة أوجلان اليسارية ومن شبكات التنظيم التي بنيت لاحقا. لم يكن صعود وحدات حماية الشعب محل إجماع كردي، فبينما كانت المدن السورية تشتعل ضد النظام، اتخذت الوحدات موقفا عدائيا تجاه فصائل الثورة، وكانت أحياء مدينة حلب على خط النار حين لعبت الوحدات دورا سلبيا في حصار الأحياء الشرقية وقطع طريق الكاستيلو الحيوي. في تلك البقعة بالذات لم يفرق قناصة الوحدات بين طفل وامرأة وعجوز. في غير مرة دخلت الوحدات في مواجهات مباشرة مع مقاتلي المعارضة، وعلى الضفة الأخرى لم يكن الشارع الكردي لونا واحدا، فبجانب الحراك الثوري السلمي ظهرت تشكيلات عسكرية كردية اختارت مواجهة النظام إلى جانب الفصائل الثورية الأخرى. كان من أبرزها الجناح الكردي وجماعات أخرى انضوت تحت أحرار الشام ممن آمنوا أن حرية الكرد لا تنفصل عن حرية كل السوريين. الحرب مع داعش وصعود قسد. صيف 2014 تغير كل شيء. تنظيم داعش يطرق أبواب كوباني. حينها أصبح المشهد أكبر مما توقعه الجميع. سرعان ما تشكل تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة. American leadership, including our military power, is stopping ISIL's advance. وتحولت قوات حماية الشعب الكردية ذات الأصول اليسارية من قوة محلية إلى حليف رئيسي للتحالف الدولي. أصبح سلاح الأكراد أكثر تطوراً، وخلف الحدود كان الموقف التركي أكثر قلقاً. مع حساسية الموقف الإقليمي، أعلن في أكتوبر من عام 2015 عن تشكيل قوات سوريا الديمقراطية قسد، تحالف عسكري جمع العرب والكرد والسريان، وعموده العسكري وحدات حماية الشعب. مع الوقت أصبحت قسد سلطة أمر واقع في مناطقها، تدير المعابر وتشرف على المؤسسات وتتحكم بالأمن، ليس عبر عملية سياسية أو تفويض شعبي، بل نتيجة فراغ تركه انسحاب النظام وتداعيات الحرب مع داعش. بعد تفكك سلطة الأسد وتمكن قسد، لم يتغير المشهد العسكري فقط، بل بدأت معركة أخرى أكثر هدوءاً داخل الصفوف على شكل كتاب ومادة ومفهوم جديد. في تلك اللحظة أعادت الإدارة الذاتية كتابة المناهج، فقلصت حضور التربية الدينية وبرزت مواد جديدة تعكس رؤية مختلفة للهوية والتاريخ والمجتمع. خطوة رآها البعض محاولة لإعادة تعريف الإنسان في هذه المنطقة، بينما قرأها آخرون كتحول عميق يتجاوز التعليم على شكل جديد من تشكيل الوعي، وليس انتهاء بلجان دينية تشرف على الأئمة والخطباء وتعينهم وفق ولائهم لها. حزب العمال الكردستاني هو حزب ايديولوجي يتبنى ايديولوجية ماركسية، يحاول فرض حالة من العلمانية إذا صح التعبير، اللائكية في المنطقة، ويعني يحارب التوجهات الدينية الإسلامية في المنطقة. يعني موضوع إحياء أديان قديمة، مساواة الديانة الإسلامية التي هي الديانة التي يعتنقها الشعب الكردي بمعظمه مع أديان أخرى يعني لم يعد لها وجود، يعني مثلا الزرادشتية والماوية وما إلى غيرها. في المقابل
وجدت فئة من متديني الأكراد في سلطة قسد مظلة تحمي حقوقهم وقوة واجهت تنظيم داعش وحمت مدنهم من السقوط. مطلع عام 2026 فاقت المفاجأة كل التوقعات. خلال أيام معدودات تآكلت سلطة قسد مع سقوط غطائها الدولي لتضمحل سطوتها وأنفاقها التي بنتها خلال 10 أعوام كبيت عنكبوت هش أمام تقدم قوات السلطة الجديدة في دمشق، ولتعيش مدن الجزيرة السورية فرحة نصر مؤجل لعام كامل على زوال سلطة الأسد بانتهاء سطوة قسد. تزامن ذلك مع مرسوم رئاسي يعترف بحقوق الأكراد كاملة. يا أهلنا الكرد، يا أحفاد صلاح الدين، حذاري أن تصدقوا رواية أننا نريد شرا بأهلنا الكرد، فوالله من يمسكم بشر فهو خصيمنا إلى يوم الدين. يوم طالما حلم به أكراد سوريا. مئة عام مرت على أكراد سوريا تأرجح فيها بين تدين صوفي متجذر وقومية برزت بعد معاهدة لوزان ويسار ازدهر بعد الستينيات. هكذا كانت حكاية الكرد في سوريا، عرق واحد، اصطفافات مختلفة، دينية أو قومية أو يسارية، بيت واحد، لغة واحدة، وأحلام تفرقت بها السبل.